بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده هنتكلم عن الظلم. والظلم دايما مش قلم بيتضرب على الوش ولا حاجة. أوقات بيكون نظرة، أوقات يكون كلمة، أوقات يكون فكر، حاجة أنت عايز تتكلم فيها، وقت لازم تتكلم فيه فبتسكت فبتظلم غيرك. مرات بيبقى في البيت زوجة مش لاقية رحمة، أو في الشغل موظف بيتهان تحت الجهل والمحسوبية، والكارثة إن في ناس فاكرة إنهم لما يظلموا وينجحوا يبقى كده كسبوا، بس في الحقيقة هما كده خسروا نفسهم وحفروا قبرهم بإيديهم. الظلم إنك تحط حاجة مش في مكانها، وأسوأ أنواعه إنك تاخد حق مش بتاعك، أو تضيع حق غيرك، أو تأذي نفس بدون سبب. إن ربنا قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. تعني أن الله سبحانه وتعالى ليس بغافل عما يعمل الظالمون، بل يؤجل عقابهم إلى يوم القيامة، حيث تتشخص فيه الأبصار من شدة الهول والفزع. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. إنه لا يفلح الظالمون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. من كانت له مظلمة من عرض أو شيء فليتحلل منه اليوم قبل أن يكون لا درهم ولا دينار. والظلم أنواعه كثيرة. أب بيفرق بين ولاده، يدي واحد ويهين التاني، يقول حر مالي، ونسي إن القلوب بتتشرخ والعيلة بتتفكك. موظف ماسك منصب يدي القرار للي يعرفه ويمنعه عن اللي يستحقه، ويقول دي سياسة، وبيهد مؤسسة من جواه. ظلم زوج لزوجته، يهنها ويضربها، يمنعها عن أهلها، يقتل فيها أنوثتها ويقول أنا راجل، بس الراجل الحقيقي عمره بيظلم حد. مثلا إنسان يفتري على حد بالكلام، يألف قصة، يروج إشاعة، يفسد بين الناس، ويقول أصل أنا سمعت، مع إنه ما شافش حاجة ولا اتأكد من حاجة. الظلم لا ينسى، الناس مش ممكن تسامح، لكن القلب بيحتفظ بالوجع، والسماء بتسجل، وربك بيقول: وما كان ربك نسيا. يا من ظلمت، ربك شايفك وسمعك وعارف وجعك. ربك وعدك ما تخافش، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. لا تحزن أن الله معنا، خلي صبرك عبادة ودمعتك صدق، وإياك أن ترد الظلم بالظلم. يا من تظلم خلي بالك، لو ربنا ادالك قوة فهو بيختبرك مش بيمدحك، ولو قدرت تأذي حد فربك أقدر منك، وربنا بيمهل لكنه ما بينساش ولا بيهمل، ولا بيسلم عباده لعبيده، بل بيسلمهم لعدله. الظالم مش محتاج سكين عشان يجرح، الظالم بيقتل بكلمة، بنظرة، بسكوت عن الحق. لكن اعرف ان الدنيا بتدور والقلوب بتشهد، وربك لا يظلم احد. اوعى تفتكر انك لما تظلم وتسلم انك كسبت، انت خسرت اكتر مما تتخيل. تخيل موظف كده نازل من بيته الصبح، وصل شغله بيشتغل في ملفات او في ملفات عملاء، وعقله مشغول بملاحظة معينة، عايز يرجع قبل الاجتماع. فجأة يجيله خبر ينغص عليه حياته وحياة أهله، يتوتر، يتلخبط، يرجع الورق تاني، ينسى كل اللي بيعمله. إيه عايز إيه؟ الدنيا باظت، خاصة مع الناس اللي مش متعودة على الأخبار السيئة. الظلم زي السم بالظبط. مين الضحية؟ بس مش الموظف، المنظومة كلها بتقع. نفسية المظلوم بتتاكل، بيرجع البيت محطم، بيشك في نفسه،
ممكن ينهار نفسيا، بيفقد الشغف وحياته بتتحول لمجرد صراع. وده اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه: من أعان على خصومه بغير الحق فهو في سخط الله حتى ينزع. رواه ابن ماجه. زوجتك مش فاهمة انت متغير ليه، أولادك شايفينك ساكت بس مش عارفين ليه بقيت عصبي، الظلم مش بياخدك لوحدك. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.